بتدخل عند فراخك بتشم ريحه وحشه وبتحس ان عينك مدمعه ومش قادر تفتح عينك او في شعطه بسيطه في عينك، فالفيديو ده ليك. عايز اقول لك ان الشعطه ديت او الريحه الوحشه ديت دي غاز الامونيا او اللي اسمه النشادر. طيب بتيجي منين؟ انا عايز اقول لك انها بتيجي من الزرق او الفضلات بتاعت الفراخ اول ما بتنزل على الفرشه وهي مرطبه. يعني ايه؟ يعني دي بسبب او ده غاز كيميائي سببه ان الزرق بتاع الفراخ بيكون فيه امونيا، ولكن لو الفرشه ناشفه بتمتصها عادي ولا بتاثر ولا بتزعلك. اما لو الفرشه مبلوله وفيها رطوبه فبتبدا الامونيا اللي نازله تتفاعل مع الرطوبه اللي موجوده وتبدا تطلع غاز الامونيا او ريحه الامونيا ده ويبدا ياثر على الفراخ. طيب بتاثر على الفراخ في ايه ولا بتعمل مشاكل ايه؟ عايز اقول لك انها بتعمل بلاوي. طيب لو جينا نتكلم ونبدا باول مشكله الفرخ بيتاثر فيها بسبب الامونيا هي الجهاز التنفسي. ايه اللي بيحصل؟ طيب عايز اقول لك ان الامونيا ديت ساعه ما بتدخل على الجهاز التنفسي بتقوم داخله على القصبه الهوائيه، بتكوي الاهداب بتاعه القصبه الهوائيه ديت وبتخلي صدر الفرخ يبدا يشخشخ معاك، وتلاقي العنبر عندك صوت ضفادع وشخشخه في الصدر، في طشمه في الجهاز التنفسي بالكامل تحسه ما هوش مظبط. يبقى ده اول حاجه الفرخ بيتاثر بيها من الامونيا، الجهاز التنفسي او بالاخص القصبه الهوائيه. طيب نيجي بعد كده تاني حاجه بتتاثر بالامونيا هي العين بتاعت الفرخ. مجرد ما بتبدا تلاقي امونيا في المكان فبتلاقي الفراخ بدات عينيها تتاثر، بدات تدمع، وخصوصا الامونيا ديت بتدخل على الملتحمه بتاعت العين بتعمل لها التهابات، فتلاقي الفرخ عينه دمعت وبعد كده عينه قفلت خالص وما عادش قادر يفتح عينه بسبب شديه الغازات دي. يبقى انت كده الامونيا اثرت معاك على الجهاز التنفسي واثرت معاك على عينين الفرخ. وتالت حاجه بقى بتاثر عليها الاوزان. يعني الامونيا طبعا بعد ما بتاثر على الجهاز التنفسي وبتاثر على العين، فطبعا الفرخ عينه قفلت وما عادش قادر انه يفتح عينه، فطبيعي مش قادر يفتح او مش شايف قدامه لا اكل ولا شرب، يعني لا هيروح على الميه ولا هيروح على العلف. فاذا الفرخ ما اكلش ولا شرب مش هيحول، بالعكس ممكن هتلاقي وزنه هيبدا يخس معاك ويتغير معاك. يبقى انت كده عندك غاز الامونيا يعتبر شبه بيدمر الفرخ كليا، والموضوع كله ابسط مما تتخيل. يعني انت عشان تتجنب الحته بتاعت الامونيا ديت وما يقعدش عليك الضرر اللي انا قلت ده كله، يبقى انت تحافظ ازاي؟ مبدئيا هنتكلم على الفرشه. بقدر الامكان ما نسيبش الفرشه تكون مرطبه، يعني اي شويه ميه يقعوا منك سواء من سقايه من خط نبل من ماسوره يتلموا فورا ويتشالوا ويتحط شويه جير وتبدا تفرش عليهم طبقه فرشه جديده. وخصوصا برضو الجير يا جماعه يكون جير مطفي. الجير المطفي كويس جدا، خصوصا انه بيمتص الرطوبه بسرعه، وخصوصا انه بيقتل اي بكتيريا او بويضات فيها بتاعه الكوكسيديا والكوليستيريديا اللي في الفرشه، او بيقلل سرعه دوران دوره الكوكسيديا في الفرشه وتنشط في وسط الفراخ. فيبقى نركز في حته الفرشه ديت هتريحنا كتير. تاني حاجه بقى الناس اللي عشان تدفي او مش قادره انها تدفي فبتبدا تقفل المكان كله وتكتم المكان، فانا عايز اقول لك ان دي من الاساسيات اللي بتشيط عندك الامونيا في العنبر وانت مش حاسس. يبقى انت بلاش عشان تدفي العنبر تكتم العنبر. تالت حاجه هي التهويه. دايما عدو الامونيا الاول هو التهويه. دايما طول ما انت مهوي مفيش اي امونيا في المكان خالص باستمرار. فيبقى نركز، ولكن نخلي بالنا واحنا بنهوي ان احنا نبرد الفراخ بالغلط، يبقى احنا كده بدل ما نكحلها بنعميها. يبقى كل حاجه لازم تكون متوازنه، سواء التهويه سواء تدفئه، والفرشه تبقى مظبوطه اغلب الوقت وتكون ناشفه. ربنا يرزق الجميع وربنا ما يخسر اي حد ابدا. ولو شايف ان انت استفدت من الفيديو ده بلاش تبخل علينا بلايك او بتعليق او بشير. بلاش تبخل علينا بلايك او بتعليق او شير، وربنا يرزق الجميع وربنا ما يخسر اي حد ابدا.